عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معلش انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، معلش انا كان عندي دور برد جامد، والحمد لله اول ما اتعافيت كده قلت نزلت انا رحت سوقت، حبيت اوريكم مشترياتي اللي انا جبتها. هي مشتريات بسيطة كده الحمد لله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشوف المشتريات حاجة حاجة. انا جبت شامبو فاتيكا اللي هو بالصبار والثوم. انا بستعمل شامبو فاتيكا من زمان، هو جميل جدا كده، ويعني ما بيعملش اثار سلبية للشعر. كنت جايبة الازازة دي، كنت انا بتستخدم اللي بالزيتون او بالبيض، فقلت اجرب النوعية دي اللي هي بالثوم والصبار. وجبت كمان زيت تارشوب. الزيت ده جميل، كله شكر لي فيه، انا بصراحة اول مرة استخدمه، فان شاء الله هجربه واقول لكم رأيي عنه ايه. واللي تعرفه ومجرباه ولاقي منه نتيجة حلوة تقولي في التعليقات استمر عليه ولا ايه. بس ان شاء الله هجربه كده كده. ولادي كانوا فتحوها عشان عايزين يشوفوا ايه في العلبة وقطعوها. اهي شكل الازازة كده من جوه، هي صناعة هندي، وده شكلها. كانت الحاجات دي بتيجي من بره يا حبايبي، كانت تيجي من الخارج دايما، فانا اول ما لقيتها هنا فقلت اجيبها، ولما لقيت الراجل شكر لي فيها قلت خلاص هجيبها كده واجربها. وجبت ازازة البرفان دي هدية لزوجي. انا يعني بجيب نوعية بعملها عند الراجل تركيب كده، ريحتها مميزة، اسمها ويك اند. في الويك زي ما قلت لكم الويك اند في منه رجالي وفي منه حريمي. انا جبت النوعية الرجالي، ريحته جميلة جدا. وجبت المشط الخشب ده ليا عشان انا في مشاكل في شعري الايام دي، فحبيت اصلح شوية في شعري كده والحقه. هو مش هلحقه، هو يعني الحمد لله، هو الحمد لله هو يعني في تساقط ومشاكل جامدة كده، عشان كانت انا نفسيتي تعبانة فاتأثر شعري. وجبت كمان الكبسولات دي، هي كبسولة كده، كبسولات في جواها زيت، هي في جواها فيتامين للشعر. انا المحل بتاع اللي جبت منه الحاجات دي فبسأله، فقال لي كويسة جدا للشعر وللشعر التالف وكده، يعني تقصي جزء من الكبسولة وتدهني منه شعرك. انا جبت منه حبة يعني كده بحوالي 10 جنيه، قلت اجربهم. كانت الواحدة عاملة جنيه، الكبسولة الواحدة عاملة جنيه، قلت اجربها ولو لقيت نتيجة حلوة منها ابقى اجيب تاني. وجايبة شمع عشان انا فاكرة والله فيديو البارتيفيه، قلت هعمل لكم البارتيفيه عملي، وكانش موجود عندي شمع، ونزلت اجيبه وقلت ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب عن البارتيفيه عملته ازاي. وبخور، وفرشة الشعر دي فرشة عادية جدا. وجبت حاجة حلوة كده عجبتني، جبت الخاتم ده، هو دهب صيني، جبته كده بحوالي 10 جنيه. اهو شكله كده في ايدي، يا رب يكون واضح. وجبت كمان حلق اهو كده شكله كده كده سيمبل كده وجميل، عجبني فجبته. و ادي الفردة التانية، ودلوقتي اقول لكم على الاسعار. زيت شامبو الشعر ده اسفة فاتيكا كان عامل 17 ونص، ازازة الزيت دي تراي شوب كانت عاملة 45 جنيه، كان في منها حجم كبير بحوالي 200 جنيه، فانا جبت دي صغيرة على قد كده اما اجربها اشوف كويسة ولا لا.
ويا ريت اللي جربها يقول لي رأيه ايه عنها في التعليقات. وبرفان التركيب ده هي ازازة صغيرة مش كبيرة، دي عاملة حوالي 15 جنيه. وده المشط الخشب عامل حوالي 5 جنيه. والكبسولات دول قلتلكم الحباية عاملة واحدة منها ب1 جنيه. والخاتم اللي في ايدي ده ب10. والحلق ده عامل 20 جنيه. وفرشة الشعر دي بحوالي 3.5. والبخور مش عارفة 2 جنيه ولا كمان يعني. الفكة اللي فضلت اداني بيها البخور. وبس كده كانت فيديو مشترياتي، يا رب يعجبكم، ومتنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب.